النبي صلى الله عليه وسلم في يوم كان بيصلي بالصحابة وسمع حد وراه بيقول إيه؟ قال ذكر جميل جدا وعظيم جدا، قال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. والرسول صلى الله عليه وسلم خلص الصلاة والتفت وقال: من القائل كلمة كذا وكذا؟ مين اللي قال الكلام ده؟ مين اللي قال الذكر ده؟ فالراجل اللي قال كده قال: أنا يا رسول الله. فالرسول قال كلام عظيم جدا، قال: عجبت لها، أنا تعجبت من الكلمة اللي أنت قلتها دي. طب ليه يا رسول الله تعجبت؟ قال: عجبت لها فتحت لها أبواب السماء. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. تخيل بس إن أبواب السماء تفتح لهذا الذكر، ذكر واحد بس في الصلاة. جميل كده؟ طب عايزين نعرف بقى الذكر ده نقوله إمتى؟ في حاجة في الصلاة اسمها دعاء الاستفتاح. طب دعاء الاستفتاح ده بيتقال إمتى؟ تخيل مثلا بتصلي المغرب 3 ركعات. جميل كده؟ فاول دعاء الاستفتاح ده بيتقال في اول ركعه في الصلاه. طب بيتقال فين في اول ركعه في الصلاه؟ انت اول ركعه بتبدا ركعه ازاي؟ بتبدا بايه؟ الله اكبر. بعد كده تبدا تكبيره الاحرام، بعد كده تبدا تقول الدعاء ده اسمه دعاء استفتاح الصلاه، تبدا تقول الدعاء اللي انا هقوله ده. وبعد كده تبدا تقرا سوره الفاتحه. فاحنا كده تخيلت مثلا، تخيل دلوقتي انا داخل اصلي المغرب قلت ايه؟ الله اكبر. بعد كده اقول بقى الدعاء اللي احنا اتعلمناه: الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكره واصيلا. وبعد كده ابدا اقرا سوره الفاتحه. خلي بالك ان هو بيتقال في اول ركعه بس، مش بيتقال في ثلاث ركعات. اول ركعه بس في الصلاه. جميل كده؟ فتخيل بقى ان هذا الذكر تفتح له ابواب السماء. تخيل بس ان ذكر واحد في الصلاه تفتح له ابواب السماء. تخيل بقى الصلاه كلها اجرها عامل ازاي؟ ده بس ذكر واحد بس سبحان الله تفتح له ابواب السماء. طب الصلاه كلها اجرها عامل ازاي؟ والله والله اعظم عمل تعمله في حياتك انك تحافظ على الصلاه. اعظم عمل تعمله في حياتك في يومك كله انك تحافظ على ال5 صلوات في وقتها في المسجد. لو عملت ده انت فائز في الدنيا وفي الاخره. فسبحان الله، ربنا يا رب يجعلنا من اهل قامه الصلاه، وربنا يا رب يثبت قلوبنا على دينه، وربنا يا رب يتقبل منا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.